السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا وحساس جدا، وبيمس كل بيت وكل أسرة، وهو أثر تفكك الأسرة وإهمال الزوج لزوجته وأولاده، ثم الانفصال، وتأثير كل ده على تربية الأولاد ونشأتهم النفسية. الأسرة يا جماعة هي أول مدرسة في حياة الطفل، ومنها بيتعلم الأمان والحب والاحترام. ولما الأسرة تكون مستقرة الطفل بيكبر وهو مطمئن وواثق في نفسه. لكن المشكلة بتبدأ لما بيحصل إهمال زوجي، أو إهمال في المشاعر أو في الحوار، أو حتى إهمال في المسؤولية، زي ما بنشوف في بيوتنا دلوقتي. الزوجة يا جماعة اللي مش لاقية تقدير ولا دعم نفسي بتتعب نفسيا وبتتأثر، والتعب ده للأسف بينعكس على الأولاد، بينعكس على كل تصرفاتها، حتى لو الأم حاولت تخبي وجعها. والأطفال طبعا بيحسوا بكل حاجة. أكتر شخص بيحس هو الطفل، بيحسوا بالتوتر وبالصوت العالي اللي منعكس من الأم ليهم، وبالسكات اللي فيه زعل. ومع الوقت الخلافات بتزيد والمسافة بين الزوجين بتكبر، وده طبعا بنشوفه في جميع بيوتنا. واحيانا النهايه يا جماعه بتكون الانفصال، وهو الكارثه الاكبر. وهنا الصدمه الاكبر للطفل كمان. الطفل يا جماعه بعد الانفصال ممكن يحس ان هو فقد الامان، انه فقد الامان ومش حاسس بيه اصلا، او يحس بالذنب ناحيه الاب او الام، ويفكر انه يمكن يكون هو السبب. وده بيحصل كتير جدا على فكره. يا جماعة غياب الأب أو الأم عن الحياة اليومية بيسيب فراغ كبير جدا لأي طفل في الدنيا، وبيأثر على التوازن النفسي ليه. وده بيظهر في سلوكيات كتير جدا للطفل. ممكن يطلع عدواني، أو طفل منطوي، أو ضعف في الدراسة وخوف زايد، أو فقدان حتى في الثقة في النفس وفي الناس. لكن السؤال هنا المهم: هل كل طفل اتربى في أسرة منفصلة لازم يطلع غير سوي؟ الإجابة لأ. لأ يا جماعة. ليه بقى؟ اللي بيأذي الطفل مش الانفصال لوحده، لكن طريقة الانفصال. الأطفال يا جماعة ممكن يطلعوا أسوياء نفسيا لو الأب والأم حافظوا على الاحترام ما بينهم، لو ما استخدموش الأولاد كسلاح ضد بعض، ولو وفروا حب واحتواء حقيقي للطفل ده، ولو فضل التواصل موجود بدون تشويه صورة الطرف الثاني. زي ما بنشوف دلوقتي كارثة. الطفل محتاج يحس انه مش مهجور، وانه محبوب، وانه مش سبب فشل العلاقة. يا جماعة في النهاية استقرار الأسرة نعمة كبيرة جدا ومسؤولية أكبر. ولو حصل انفصال فالوعي والرحمة اللي ربنا قال لنا عليها. وعلى فكرة النضج في التعامل، يعني لو زوج وزوجة عندهم نضج في التعامل، هم اللي هيحددوا بقى هل الطفل ده هيطلع إنسان سوي ولا هيشيل جراح عمره كله. يا رب يحفظ بيوتنا يا رب. ربنا يحفظ بيوتنا ويحفظ أولادنا من أي أذى نفسي. شكرا ليكم، وما تنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات.